ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. فضلا وليس امرا تعملوا لايك للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل البسبوسة زي ما بنشتريها من اكبر محلات الحلواني، وازاي تكون معانا دايبة كده وشاربة الشربات بتاعها المظبوط او العسل بتاعها. هنعرف كل تفاصيلها في الفيديو ده. شايفين ما شاء الله شكل قطعة البسبوسة ما شاء الله زي الجاهزة. شايفين ما شاء الله قد ايه لونها وشكلها، وبضغط عليها قد ايه دايبة معايا وطرية وزي الجاهزة وأحلى كمان. عندنا أول حاجة المقادير بتاعتنا: كوب من السمنة، كوب من اللبن أو الحليب، 2 معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. هنقلبهم مع بعض ونرفعهم على النار. هنقلبهم تقليبة، وبعد كده هنسيبها ان هما يغلوا مع بعض غلوة واحدة بس، يدوب تعمل معايا بوبلز كده او فقاقيع. هبدأ اللي انا اطفي النار. بعد كده هبدأ اضيف كوباية من السكر واقلبهم مع بعض كويس جدا. السمنة تختفي تماما من على الوش، ما يكونش ليها اي اثر على الوش زي ما انتوا شايفين كده. هقلب كده في اتجاه واحد لحد ما السمنة تختفي. بعد كده هبدأ انزل ب3 كوب من دقيق السميد او نص كيلو، وعليهم 2 معلقة كبيرة من جوز الهند الناعم. هقلب كده بالتقليب المستمر، انا مش هعجنها، هقلب بس يدوب ان الدقيق يختفي معايا. بعد كده هجيب صينية مقاس 30، ابطنها بمسحة بسيطة من السمنة، وبعد كده هبدأ انزل بخليط البسبوسة. هخبط الصينية كده خبطتين على الرخامة، وابدأ اضيف معلقة من الحليب او معلقة من اللبن، وابدأ اوزعها كويس جدا على وش البسبوسة، وما يكونش ليها اي اثر علشان تدينا اللون الموحد زي الجاهزة بالظبط. بعد كده هبدأ اعمل الصينية ببندق مجروش، وده اختياري او كريز اللي متوفر عندي. ببدأ اللي انا احدد الصينية، احددها بس بالسكينة، مش هقطع لتحت خالص. بعد كده ببدأ ادخل الصينية الفرن شغال قبلها بربع ساعة على حرارة 160. بدخل الصينية في الرف اللي في النص. اول لما بتاخد لون ذهبي من الحرف بفتح عليها الشواية على الهادي على نفس الرف، وبفضل اللي انا الف في الصينية لحد ما تديني اللون الذهبي الموحد. بعد كده هبدأ أحضر الشربات، عبارة عن كوب ونص من السكر، كوب ونص من الماء. هقلبهم على البارد، وبعد كده هرفعهم على النار. أول لما هيغلوا هنزل ب2 معلقة كبيرة عسل جلوكوز، وبعد كده ههدي النار لمدة 5 دقايق أو 6 دقايق. بعد كده هعصر نص عصير ليمونة وأطفي النار. الشربات بيكون سخن بيغلي، والبسبوسة خارجة من الفرن سخنة. بعد كده هتخرج من الفرن الصينية، هبدأ أسقيها الشربات. هسقيها الشربات، بدأت ان هي تشربه، اضغط عليها بصبعي كده، بدأت ان هي تطلع عسل، يبقى كده مظبوطة. ما طلعتش عسل بالضغطة دي، يبقى لسه عايزة تشرب كمان من العسل. شايفين ما شاء الله شكل قطعة